مساء الخير اخوتي واخواني من ابناء وطني. دستورنا هو اساس العداله واساس وجودنا في اريتريا، ونحن سوف نطبقه. الماده السابعه: المبادئ الديمقراطيه. 1. تهيئ الدولة لمواطنيها كأحد مبادئها الأساسية حق المساهمة النشطة في كافة مراحل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 2. أي عمل ينتهك أو يحد من حقوق المرأة أو يعوق مشاركتها ودورها في المجتمع يعتبر مخالفا للدستور. 3. تنشأ المؤسسات اللازمة لتسيير وتشجيع وتطوير مساهمة المواطنين في المناطق التي يقيمون فيها. 4. يكفل هذا الدستور والقوانين الصادرة بموجبه لجميع المواطنين دون تمييز فرصا متساوية لتولي الوظائف العامة في الدولة. 5. يتم تسيير أعمال الحكومة وكافة المؤسسات والأجهزة بصورة شفافة تجعلها خاضعة للمراقبة والمحاسبة. 6. تمارس كافة المنظمات والحركات السياسية والجماهيرية نشاطها وفق مبادئ الوحدة والديمقراطية. 7. تعمل الدولة على توفير المناخ أو الظروف اللازمة لخلق مناخ سياسي ديمقراطي يتسم بالتسامح والتفكير الحر والإجماع الوطني. في وطننا إريتريا نحن لسنا بحاجة لحكومة غير دستورية، لذا يجب علينا إزالة النظام وإقامة حكومة ديمقراطية دستورية. وشكرا.